بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد. احنا دلوقتي في فصل الشتاء والسردين البلدي موجود كتير قوي ورخيص في نفس الوقت، فهنعمل مع بعض السردين المملح بطريقه سهله وبسيطه، اي واحده ممكن تقدر تعمله. يلا بينا مع بعض نقول المقادير. معانا 2 كيلو سردين بلدي، هنشطفهم تحت الحنفيه وبعدين نرش عليهم معلقه ملح صغيره ونحطهم في مصفى لغايه ما الدم اللي فيهم ينزل خالص، وبعد كده نحطهم على مناديل المطبخ وننشفهم كويس عشان لو في اي ميه او دم لسه ما نزلوش ننشفه. معانا نص كوبايه ملح ناعم وهنحط عليهم 3 معالق ملح خشن من عند العطار، ومعلقه شطه ومعلقه بابريكا. نقلبهم. الماده الحافظه بتاعتنا المعلقه السحريه معلقه سكر صغيره. هنجيب علبه بغطا محكم ونحط فيها كيس كبير ونحط حبه ملح من تحت ونرص السردين ونرش ملح ونحط طبقه تانية بالعكس ونرش ملح، وهكذا لغايه ما الكميه تخلص. بعد ما خلصنا الكميه كلها هنرش عليها بقيه الملح ونقفل الكيس. نقفل عليه كويس ونحطه في مكان يكون ضلمه في دولاب المطبخ، وكل يوم ناخد الكيس نقلبه لمده 5 ايام، وبعد 10 ايام ان شاء الله هنفتح عليه. وبعد 15 يوم فتحنا على السردين وهننضفه. بصوا قلبه وهنعمل واحدة تانية. تنظيفه سهل جدا. نشيل السلسلة اللي في النص